نجم مصطفى عمر فتح مطعم جديد اسمه كامب شيزار، بيعمل فطير عشان هو اسكندراني طبعا، فسماها على اسم المنطقه بتاعت اسكندريه اللي مشهوره باكتر واقدم ناس بيعملوا فطير واشهر ناس بيعملوا فطير في اسكندريه. فجاي النهارده عشان اجرب. جربت فطيرتين، اول واحده صدق بالجبنه صوص رانش وجواها فرايد تشيكن وتركي مدخن. تعالوا بقى نجرب نشوف الفطير ده زي بتاع اسكندريه ولا لا، بما اني اسكندراني. قطعه كده من اللي في النص، ريحتها خطيره قوي، ومن بره مقرمشه. ريحه الصدوق اللي بيستخدمه حلوه قوي. بسم الله. لا 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 لا، مختلف قوي. ناخد حته كمان بس عشان اتاكد. محشيه حلوه قوي، الجبنه فيها خطيره. واحده ثانيه بس عشان اتاكد. لا وفعلا شبه الفطير بتاعنا في اسكندريه. بصوا مورق ازاي. هم عاملين 4 اختراعات كده في المنيو، وفي اللي محشيه برجر وفي شويه حاجات ثانيه. انا اخترت اللي فيها فرايد تشيكن وعليها صوص رانش ومعاها تركي مدخن. بسم الله. اول مره اجرب فطيره بفرايد تشيكن، بجد حلوه قوي مع صوص الرانش طبعا. لا خطيره. بص انا لو هجيب فطيرتين هجيب الفطيرتين دول. لو هختار اللي بالصدوق والجبنه. الصدوق اللي بيستخدموه خطير. ندخل بقى بالحلو. دي فطيره بالقشطه وعليها بلح. فطير مورق فخفيف قوي. حته القشطه وحته البلح دي جامده قوي. محشيه كاستر برده. الميكس ده حلو قوي، عجبني جدا. جامده جامده يعني. عرفت بقى معنى فطير وحته، ان هم بينزلوا لك حته فطير رول كده هديه، بتبقى بالسكر او بالعسل. فاحنا طالبين دي بالسكر فطلبنا دي بالعسل. يلا بقى نجرب الحته. الاوردر نزل لنا في خلال من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. يعني الاسعار اغلى شويه من البورشن اللي موجود جوه الفطيره، بس توريقه الفطيره والكواليتي بتاعت الحاجات اللي بيستخدموها جامده جدا بصراحه. وما تنسوش تاخدوا الحته بقى.